بيبدأ الفيلم في سنة 2002 بكريد وهو عنده 15 سنة. وما تقوليش ازاي عنده 15 سنة يا صديقي. بنشوفه بيتسحب بالليل زي الحرامية وبيخرج مع صديقه الطفولة ديمان في العربية، وبيروحوا مباراة ملاكمة وبيتفقوا ان ديمان هيلعب وكريد هيراهن عليه. وكريد بيراهن ان ديمان هيكسب بالضربة القاضية في اول جولة، وفعلا اداله الضربة القاضية وكسب. يا ابني الثقة دي. المهم رجعوا بالعربية والحزن كان باين عليهم طبعا. وبعدين كريد دخل ايده في جيبه وقام مطلع دعوة لكريد الكبير على بطولة امريكا، وديمان بيقول له في يوم من الايام هوصل لهناك. يا اخي تنايل، دي انتوا بعربيتكوا دي هتوصلوا بيكوا بالعافية. مومو بيقف قدام سوبر ماركت وبيقول له ديمان انزل يلا اشتري لي طريطوز وملطز. اوعى تنزل، ده بيقول لك يلا. طبعا ده ما يعرفش يعني ايه كرامة اصلا، وبينزل ويا ريته ما نزل. بيشوف واحد قدامه بينط عليه بلقمية في وشه وبيقول له انا كريد يالا، انت مش فاكرني ولا ايه؟ وبعد 15 سنة بيلعب كريد ماتش مع بطل العالم، وطبعا كان بيتنفخ يا صديقي. انت فاكره هيخسر؟ وسع عليه، قام مديله واحدة في جنبه ما قامش منها تاني. وكريد يبقى بطل العالم. ونتقدم شوية هنلاقي كريد اعتزل الملاكمة وخلف بنت صغيرة اسمها أمارة، وما كانتش بتتكلم. وبعدين بيروح كريد للأكاديمية بتاعته وبيقابل فيليكس بطل العالم. بيقول له اسمع يا ابني، الملاكمة مش ضرب وخلاص، الملاكمة تحكم وتركيز، مش ضرب في الفتيس. وهنا تأتي اللحظة المنتظرة يا صديقي. بيخرج كريد وبيلاقي واحد ساند على عربيته بيفتكره شحات. يقول له انا عايز توقيعك. يقول له بعد يلا عن عربيتي. يقول له انت مش فاكرني ولا ايه؟ انت اتغيرت قوي يا صاحبي. كريد بيفتكره وبيطلع صديق الطفولة. كريد بيقول له على الزمن اللي خدني منك يا صاحبي. وايمان بيقول له انا مش هضيع وقتك، يبقى كلمني اخلع انا بقى. بيقول له استنى عليا، تعالى يا شحات عازمك على عزومه ما كنتش هتحلم بيها طول عمرك. فبيقول له دايما انا اتفرجت على كل مطوشك وانا في السجن تقريبا كده. بيصعب عليه وبيديله فلوس، ولكن دايما بيقول له شيل يالا الفلوس دي، خلاص يا عم انا اسف، تعالى بقى اتضرب معاه. ويرجع كريد بالليل ويفتكر ساعة السوبر ماركت لما كان بيتضرب ودايما لحقه وقتل علشانه ودخل السجن بسببه. بعدين الباب بيخبط وبيطلع ديم بيقول له بيتك جامد اوي يا اسطى حبيبي، الزمن بيجري وانا عايز ادخل العالم يا كريت. كريم بيقول له الموضوع ده مستحيل. بيقول له مستحيل فعلا، سجن 18 سنة وانت عملت اسم وفلوس وانت عارف اني كنت احسن منك يا كريت. روح لدي مان بيلعب ماتش ملاكمة وبيتخانق مع خصمه، تحسه قاعد في شارع مش في نادي محترم. بيدخل عليهم كريد وهما بيتخانقوا ويقول له روح يا ابني شم هوا، روح يا حبيبي. وبيكون ده شكله ورايح. بنروح لأمارة بتتفرج على ملاكمة من ورا أبوها، وبيشوفها بتقول له أنا عايز أتعلم ملاكمة يا بابا. بيقول لها كريد هعلمك بس هيكون سر ما بيني وبينك ها. ده الصالة وبيلاقيها عارفة شوية مهارات. وبعدين بنتفاجئ بواحد بيضرب دروجه وبيصيبه بكسر ومش هيقدر يلعب. وبيروح كريد للخصم ويقول له انت هتلاعب ديمان، فبيوافق. وبيخش ديمان للحلبة وبيركز دايما على دراعه. وبيخلص على فيليكس وبيقع زي الفرخة بالظبط. ودايما بيكون بطل العالم. وبعدين كريد بيروح لصاحبه وبيقول له بقى انا هلا اعتبرك اخويا وانت في الاخر تضرب دروكو عشان تلعب البطولة. فديمان قال له انا مش محتاجك تاني يالا لان بطل العالم. فكريد ما بيردش عليه، وديمان بيقول له ايوه رب كده زي الجبانه ليفا. فرجع له وبيقول له بتكلمني انا كده يالا؟ فديمان قال له يبقى جرب تعيش 18 سنة في السجن، انت شايف واحد غيرك بيعيش الحياة اللي انت كنت المفروض تعيشها وانا دلوقتي جاي انتقم منك يا كريت. فبيقول له انت بتهددني؟ قام لسعه حته قف على دماغه. بيقول له انا بوعدك. وبيرجع كريت صامتا وبيقول لمراته مفيش حل تاني غير ان الاعب ديمان على بطل العالم. وبيوافق ديمان وبيرجع كريد للتدريب بعد اعتزاله لمدة 3 سنين يا صديقي. وبعد يومين كده تقريبا كريد بيستعد قوته اصلا. وبيقولوا طيارة يا صديقي، ايوه طيارة يا صديقي. وفي يوم المعركة يرجع الأسود للغابة، ديمان وكريد. ديمان بيفضل يقول لكريد ما تهربش مني كعادتك، وبينفخ كريد.
في الجولة التانية الاتنين بيعتبروا ان المكان فاضي وهما بس اللي بيلعبوا. وبيقدموا مباراة اسطورية يا صديقي، وبيضربوا بعض في نفس الوقت مش عارف ازاي يا صديقي، والضربة دي بتأثر عليهم جدا. وفي آخر جولة يا صديقي ديمان الخبيث بيكشف وشه ثم يخدع كريد بضربة جبارة يا صديقي، وبيقع كريد. وفي آخر ثانية يقوم الأسد يجري على فارسته وبيدوله القاضي في الحتة الفاضية يا صديقي، وبيفوز كريد للمرة التانية بطل العالم. بعدين بيقعدوا يلوكوا كتير مع بعضهم كده يا صديقي وبيتصالحوا في الآخر. كريد بيقول له لو عوزتني انت عارف هتلاقيني فين، ايوه انا كمان عارف الاقيك فين يا كريد. وبكده انتهى الفيلم يا صديقي. متنساش بقى اللايك ها.